رسالة مهمة لكل امرأة تعاني من تساقط الشعر. علاجات الشعر مثل أبر بلازما والميزو، ماسكات الشعر، الزيوت الطبيعية، الأمبولات اللي تنكسر فوق الشعر، كل هذه العلاجات ما لها أي قيمة إذا ما بدينا بالخطوة الأولى لعلاج تساقط الشعر. تعرفون شنو الخطوة الأولى لعلاج تساقط الشعر؟ الخطوة الأولى هو عمل فحص دم ل4 عناصر رئيسية تحتاجها بصيلة الشعر عشان تعيش. مستحيل وأتحدى أي علاج في العالم يعالج تساقط الشعر وقفة بدون ما نسوي ال4 فحوصات هذه ونعدلها. هذه هي الفحوصات ال4 الأساسية للشعر، تسوونها بأي مركز حكومي سواء مستوصف مستشفى بالفترة الصباحية. بخصوص هالفحوصات الدم هذه أعاني من نوعين من المراجعات. النوع الأول أقول لها سويتي فحوصات الدم حق تساقط الشعر؟ تقول لي إيه سويت. لما أطالع فحوصاته ولا مسوي فحص شامل كبد وكلى وشغلات ما لها. النوع الثاني تقول سويت دكتور فحوصات وطلعت طبيعية. لما طالع فحوصاتها صح سوت ال4 فحوصات، لكن شو المشكلة؟ المشكلة القراءات غلط. مثال مخزون الحديد الطبيعي يكون فوق ال30، احنا ما نبي فوق ال30، نبي يكون دبلات فوق ال30، يعني يكون فوق ال70 عشان يحافظ. عشان هالمشكلة هذه وش كثر ناس أدري مساكين وضايعين ما أدري شو يسوون، راح أفتح الخاص إن أي وحدة تسوي فحص تقدر تطرش لي صورة الفحص، زين النتيجة على الخاص، وراح أنصحها ايش تاخذ، بس تاخذه عن طريق طبيبها، مو تروح الصيدلية تشتري. وصلوا سنابي هذا لكل شخص يعاني من تساقط الشعر، وانتظر فحوصات دمكم على الخاص. مع السلامة.